أفاد مراسلنا في رام الله بمقتل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة تحرير الفلسطينية زياد أبو عين. وجاء مقتل أبو عين بعد تعرضه للضرب على أيدي قوات من الجيش الإسرائيلي في قرية ترم سعية شمالي رام الله أثناء مسيرة منددة بالاستيطان. وكانت مشادة كلامية تطورت إلى ضرب بالأيدي قد نشبت بين الوزير أبو عين والجيش الإسرائيلي، تسببت له في حالة إغماء فورية، نقل على أثرها إلى مستشفى رام الله الحكومي قبل أن يلقى حتفه. معنا من رام الله للمزيد عن هذه القضية مراسلنا فراس لطفي. فراس إليك. نعم، الذي جرى هو أن هناك مسيرة دعي لها من قبل هيئة شؤون مقاومة الاستيطان والجدار في منطقة ترمس عية لزرع أشتال من الزيتون على الأراضي المهددة بالاستيطان في تلك القرية، لكن الجيش الإسرائيلي الذي تواجد بالعشرات قام بمنع المتظاهرين من الاقتراب باستخدام الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت. لكن ما جرى مع الوزير أبو عين هو محاولته الدفاع عن بعض المتظاهرين، حيث نشبت بينه وبين أحد الجنود مشادة كلامية حسب ما شاهدنا ونحن كنا متواجدين في المكان، تطورت إلى ضرب بالأيادي. قام الجندي بخنق أبو عين والاعتداء عليه بالضرب. بعد ذلك تسبب هذا الأمر إلى إغماء فوري لأبو عين، يعتقد بأنه توفي على الفور إثر ذلك، لربما بسبب نوبة قلبية بسبب الغاز الذي استنشقه إضافة إلى الضرب الذي تعرض له من قبل الجنود الإسرائيليين. المسيرة كما شاهدناها كانت سلمية بامتياز إذا صح التعبير، لم يتم قذف حجر واحد على الجيش الإسرائيلي الذي بادر باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين. وبالمناسبة كان هناك أيضا سفراء وقناصل ومتضامنين أجانب وأيضا من حركات يسارية إسرائيلية جاءت للدفاع عن هذه الأراضي التي تعتبر أراضي ملكية خاصة لفلسطينيين تتوسع عليها مستوطنة عدي الغير شرعية بالمقاييس الإسرائيلية حتى، إلا أن الجيش الإسرائيلي دافع عن هذه المستوطنة اليوم بالقوة وبالضرب المبرح للمتظاهرين.